يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وتم حال. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. يلا بقى تعالوا نشوفوا ايه انا جبت، يعني ايه طلبات. بس يعني انا حاطه في دماغي ان هي تمشي معايا الاسبوع، بس يعني على حسب ما بتمشي بقى، تمشي 5 ايام 6 ايام يعني على حسب. المهم يلا تعالوا بينا بقى نشوف الاسعار، ونشوف كل اسبوع الاسعار بتبقى مرتفعه، مش عارفه لغايه ما هتودينا فين. فيلا ربنا يعيننا ويعينكم جميعا يا رب. بصراحة يعني لو خدتي معاكي 1000 جنيه اقسم لك بالله، لو انت سيبتي ايدك ما ترجعي، مش هتيجي بتوك توك، حتى هتيجي مشي. يلا تعالوا نشوف الاسعار عندنا عاملة ازاي. وطبعا اكتبوا لي في الكومنتات، بحب اشوف ارائكم في التعليقات، وتقولوا لي الاسعار عندكم عاملة ايه وزينا كده ولا ارخص ولا اقل. يلا بينا. طبعا هنا الطماطم كالعادة مجنونة كالعادة يعني. اللي كانت ال4 ب10 اللي كانت دلوقتي، يعني لو انت نزلت في ايام عادية تجيبي ال4 ب100. شفتوا الفرق بقى؟ كانت 4 ب10، دلوقتي ال4 ب100. فانا يعني ده السوق بتاعنا بصراحة، جايباه والله العظيم ب15، مفيش اقل من كده طبعا. يعني عشان حتى تقعد معايا في التلاجة تبقى حلوة. انا جايباها حمرا وجميلة ازاي، يعني جبت 2 كيلو بدل ما تجيبيها ب12 ومهرية ووحشة ما تقعدش معاكي، لا. جبت 2 كيلو، قلت ايه تقضي الغرض تقضي الغرض، واما تخلص يبقى نجيب غيرها، لان انا لما بكتر منها في التلاجة بصراحة يعني بتتهري مني، وانا مبحبهاش كده، تبقى طيبة كده. تمام. ادي الطماطم زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، هي حلوة بس يعني اسعارها عالية اوي والله العظيم، فربنا يرحمها. تمام. ادي اول حاجة. تاني حاجة بقى ايه؟ الراعي الرسمي لينا الكروب. طبعا انتوا عارفين اللي احنا لازما اسبوعيا لازما نعمل المحشي ده. والله انا ساعات بعمله مرتين في الاسبوع. يعني طبعا النهارده الاثنين، انا كنت لسه عامله يوم الخميس، فهضطر اعمله النهارده لادام جبت الكرنبايه. بصوا ما شاء الله خضرا وعامله ازاي. فبصراحه بستحرم احطها في التلاجة تدبل وتبقى وحشه. تمام. خدتها، يعني كانت بتقولي ب25، خدتها ب14 جنيه. يلا بقى. وهنا طبعا رحت جايبه بدنجان اهو. خدت ال2.5 ب12.5، يعني ب5. حلو برضك يعني. ده الحاجه الوحيده اللي يعني تقدري تجيبيها وانت ايه مطمنه. تمام. هنا طبعا ادي الجوافه برضو، جبنه جوافه، خدتها منه ب10 جنيه بالعافيه بالعافيه، بس حلوه برضو يعني ايه. لو جبتها من محلات وكده ب20 وب15. وجبت ايه تاني؟ طبعا لازم لما انزل السوق لازم اجيب لهم اي حاجه حلوه. هنا بصوا البلح ما شاء الله. طبعا بدوق الحاجه قبل ما بجيبها، دوت ب10. تمام. وجبنا خيار، الخيار ب10 برضو. زي ما انتم شايفين يعني الاسعار ربنا يرحمنا. بس بصراحه اللي مغلبانا قوي قوي الطماطم، لان بصراحه الطماطم ديت اساس البيت. وجبنا ايه تاني؟ وهنا برضو جبنا كمثرى اهيت، خدتها منه ب10 برضو بالعافيه، بس هي مسكره رغم ان هي مغططه كده وحلوه، بس والله انا دقت واحده لقيتها مسكره وعسل نحل. وايه تاني؟ البطاطس برضو اللي هي عامله زي الطماطم، يعني خدت، كان بيقول ب15. دي بتاعت الشيبس، جميله تحمير وتحطيها في التلاجة. مش عايزه تحطيها في التلاجة عادي، اخرجيها بره التلاجة، لان انت لما بتحطيها في التلاجة تتحروق منك لما تيجي تحمريها. حطيها بره التلاجة كده كده الجو يعني بقى بدأ يرطب اهو معانا. بصوا اهو ما شاء الله قوالب جميله. فانا بصراحه جايبه 2 و2، جبت الاتنين ب25 واتنين ب25 اهو. كمان بقى ايه؟ جبنا الاربعه ب50 وفي ب15. انا قلت بقى ايه استغل الظروف كده لدام يعني الاتنين ب25، قلت اجيب 4 كيلو تقضيني بقيه الاسبوع، لاني لا غنى عنها في التحمير. صينيه مطبوخه يعني بتغني، حتى لو عملت جنبها شويه رز وشعريه وخلاص. ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا جبنا الحاجات بتاعه المحشي اهو. ادي الخضره، يعني بصوا الحزمه، مش عارفه يرضي ربنا دي ولا ايه. بصوا يعني دي الحمد لله تهون شويه عن اللي احنا بنجيبها. احنا ساعات والله بجيبها بص كده نص دي العودين دول، مش عارفه بعد كده هنعمل ايه والله العظيم. هنا انا جايبه ال6 ب10. قلت لها يا حاجه هاتيلي 6 حلوين كده، ونقيتهم والله خلتني انقيهم، قالت لي نقي اللي انت عايزاه. ادي 6 وحدات
طبعا حاجة المحشي لازم نجيب كل حاجة، اي حاجة ناقصة لازم، اي حاجة تخص المحشي حتى التوابل لازم اجيبها كده ست. وطبعا جبنا ايه الفلفل طبعا المحشي طبعا بما اني اعمل محشي يعني اهو. الفلفل ب12 كانت بتقول ب15، خدت نص ب6، قلت لها هاتي نص كفايه هعمل منه محشي، بحط بس دي كام قرن كده على المحشي والباقي ايه بعمل منه الاكل يعني ايه طوال الاسبوع. تمام. لا بصراحة والله العظيم انت لو اخدتي معاكي مبلغ مش هتروحي بفلوس خالص. طبعا انا جبت سمك برضو اهو، لان بصراحة السمك لو ما جبتوش يوم الاثنين ما بعرفش اجيبه من المحلات، بيبقى ب90 وانت طالعة بقى ب80. خليتها تنضفولي وربطته ثواني بس. طبعا بصوا فتحت الشنطة لان هي كانت قلت لها نضفيه بقى اهو زي ما انتم شايفين كده منضفاهولي اهو ما شاء الله. خدت منها برضو ب70، ما كنتش جبته بقى يوم الاثنين مش هعرف اجيبه يعني بصراحة تبقى في المحلات اغلى. طبعا جبت ايه تاني، جبنا كنافة برضو، قلت الكنافة ب12.5، جبت 2 كيلو برضو ب25. قلنا عشان ايه الاولاد بيحبوا الكنافة دي على طول صينية بعملها لهم عادة كده اهو بالصينية بالسمنة عادي. بس كده ادي التسوية بتاعتنا يعني ما افورتش ولا جبت اي حاجة ملهاش عايزة. طبعا كل الحاجات اللي انا جايباها ديت يعني اساس البيت، يعني البيت لا غنى عنه. طبعا انا عندي الليمون والطيور طبعا عندي في الفريزر، يعني الحاجات دي برضو يعني صرفة ومكلفة. بس حبايب قلبي هي دي كانت تسويقتنا. طبعا جبت لي سردين طبعا قلت عشان ايه افطر منه كده لاني ما فطرتش. وهنا كانت التسويق بتاعتنا. قولوا لي بقى ايه رايكم والاسعار عامله عندكم ايه، لان والله العظيم يعني الناس والله من كتر الغلا ماشيه تكلم نفسها. فربنا يعين كل واحد على عيشته وعلى اولاده وعلى حياته. بس ادي الحاجات اللي احنا جبناها. كل مره اقول لا مش هروح السوق بس لازم غصب عني لازم اروح، لان طبعا التلاجة عندي فاضية هوريها لكم دلوقتي. فانا غسلتها طبعا ونضفتها قلت عشان خاطر ارص فيها الحاجات دهيت. طبعا نغسل الجوافة نغسل الفاكهة عشان طبعا انتوا عارفين الاولاد على طول ايدهم في التلاجة، عشان كل ما عيل ياخد جوافية في المطرية بلحية يلاقيها نضيفة. فانا طبعا هقوم اغسل الحاجة دلوقتي وهنرصها في التلاجة. وهنا حبايب قلبي كانت التسويقه بتاعتنا. هوريكم التلاجة بس عشان ايه اعرفكم ان هي والله فاضيه يعني ما بيجيش عليها الاسبوع ولا ما شاء الله في دي. هبصوا ما شاء الله فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص حتى الادراج فاضيه. قلت بقى ايه ما بدهاش بقى انا مش هستنى اي حد يدور ويلف لان ساعات في ناس بتلف وساعات لا. وهنا حبايب قلبي اكون خلصت معاكم الفيديو بقى. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومن هنا الفيديو القادم اقول لكم تصبحوا على الف خير. مع السلامه حبايب قلبي.